بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء جديد في البيت السعيد. البيت السعيد هذا البيت الذي كلنا يبحث عنه بعد توفيق الله عز وجل، يقوم على بعض قواعد ذكرنا منها قاعدة التجاوز عن الأخطاء، والاحترام المتبادل بين الزوجين، والتعاون، والقاعدة المهمة وهي قاعدة تثبيت الميزان، ذاك الميزان الذي يقوم عليه البيت والأساس الذي عليه يقوم البيت. اليوم سوف نتحدث أو سوف يكون لقاؤنا اليوم عن نصائح أقدمها للنساء وللفتيات، وسيلاحقها بالطبع نصائح للرجال فيما بعد، لكن لقاؤنا اليوم موجه للنساء وللفتيات المقبلات على الزواج. في الزمن القديم، أيام ما كان الحياء سمة للمجتمع، وعندما كانت الذمم نظيفة، كان الكل يعرف ما له وما عليه. ودعوني اليوم أدعوكن أيتها النساء إلى حفلة من حفلات أيام الزمن الجميل، كيف كانت العروس تخرج من بيت أهلها. امرأة مسلمة هي أسماء الفزارية، في يوم زفاف ابنتها وابنتها تهم بالخروج من باب الدار، تستوقفها أمها الفزارية وتقدم آخر وصاياها ونصائحها في مشوار التربية. تقول لها: يا بني، إنك خرجت من العش الذي درجت فيه فصرت إلى فراش لم تألفيه، أي أنك ستفارقين البيت والمسكن والمجتمع الذي تربيت فيه صغيرا وشبابا ولعبت فيه، وربما لم تكوني صاحبة مسؤولية فيه، وستذهبين إلى بيت جديد وإلى فراش لم تألفيه وقرين لم تألفيه. الوصية: كوني له أرضا يكن لك سماء، وكوني له أمة يكن لك على الفور عبدا. أسماء وضعت أمام ابنتها خطة متكاملة للتعامل مع الزوج، وما أظنها إلا تقصد أن الزوج سيعاملها بالمثل، لما تقدم من قولها: كوني له أمة يكن لك عبدا. وهذا ديدن من فهم حقيقة الإسلام، وديدن من فهم سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهو القائل فيما يرويه الإمام البخاري ومسلم عن أنس خادم النبي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومما جاء في نصيحة أسماء لابنتها الصحبة بالقناعة، والمعاشرة بحسن السمع والطاعة، وتعهدي لموقع عينه فلا تقع عينه منك إلا على قبيح، ولا يشم منك إلا أطيب ريح، والتفقد لوقت طعامه، والهدوء عند منامه، فإن حرارة الجوع ملهبة، وتنغيص النوم مغضبة، واتق الفرح إن كان حزينا، والاكتئاب عنده إن كان فرحا، ولا تفشي له سرا، ولا تعصي له أمرا، فإنك يا بني إن فشيت له سرا لم تأمني غدره، وإن عصيت له أمرا أوغرت صدره. هذه المرأة المسلمة
عبرت بكلماتها هذه عن بعد نظر عجيب ودقة في صياغة النصيحة وبلاغة، فقد أدركت بحسها وفطنتها أن المرأة ينبغي أن تكون إيجابية فعالة وأن تكون صاحبة المبادرة، لأنها أدركت أنها لو فعلت ما أمرتها بها أمها فهي الكاسبة. كوني له أرضا يكن لك سماء، كوني له مهادا يكن لك عمادا. وصية جامعة وشاملة لو نصحت كل أم ابنتها ولو امتثلت كل زوجة بها لشاهدتم سعادة كبيرة تعم كل البيوت. لكن للأسف هذه وصايا أيام زمان. الوصايا اختلفت اليوم. أصبحت الأمهات محرضات لبناتهن، وهي تودع ابنتها تقول لها: أي بني، ليكن كلمتك فوق كلمته، وليكن زوجك خاتما في إصبعك. أي بني، إياك أن تهابي منه، وإن شتمك فاشتميه، وإن ضربك فردي عليه، وإن لم تستطيعي فاتصلي بالشرطة تؤدبيه. أي بني، تمارضي حتى تتهربي من مسؤولياتك، وإن جاء أهله لزيارتكم فلا تخدمينهم، وقولي له: لست خدامة عندكم. للأسف هذا الذي يحصل في كثير من البيوت. تلك كانت وصايا الأم لابنتها في الزمن القديم، وهذه وصايا الأم لابنتها في الزمن الجديد. لا أيتها الفاضلة، البيت ليس حلبة صراع وملاكمة. البيت مشروع ترضي من خلاله ربك، وتدخلي من خلاله جنة ربك. وهذه بشارة من النبي عليه الصلاة والسلام لكن أيتها الفتيات، فيما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلت المرأة خمسها، الصلوات المفروضات عليها، إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها، شهر رمضان المفروض، وحفظت فرجها، صانت عرضها وشرفها، وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. حتى تحصلي على هذا الخير قاعدة مهمة جدا أتوجه بها إليكن أيتها السيدات، إليكن أيتها المتزوجات، إليكن أيتها الفتيات المقبلات على الزواج. هذه القاعدة تقول: السعادة الزوجية مسؤوليتك وحدك. السعادة الزوجية مسؤوليتك لوحدك. نعم، هي مسؤولية مشتركة، هذا صحيح، لكن أقصد أن التعامل بالندية، إن أعطيت أعطيت وإن توقف توقفت، هذا لن يجلب السعادة إلى البيت. لذلك عليك بهذه القاعدة: السعادة مسؤوليتك وحدك. طبعا وهذا الكلام سوف نوجهه إلى الشباب وإلى الرجال في حينه أن السعادة مسؤوليتكم وحدكم. لكن أقصد من هنا حينما أتوجه بالحديث إلى النساء وإلى الفتيات أن لا تلعبوا دور الضحية. الضحية ذاك الذي يلقي السعادة على عاتق الآخرين. هذا الصنف من الناس كثير الشكوى، كثير التذمر، يعطي إحساسا لمن حوله من أصدقاء، من معارف، من أقرباء، فضلا عن الشريك، أنه مهضوم الحق في هذه الحياة، وبأنه لا يوجد من يهتم به في هذا الكون كله. من أجل أن تكون حياتك حياة زوجية سعيدة عليك أن تتحملي المسؤولية لجلب السعادة، وعليك أن تكوني مسؤولة عن حياتك.
المسؤول عن حياته ذاك الذي يخطط لحياته ويتخذ قراراته، يشاور صحيح، لكن في النهاية يفعل ما يقتنع به، لا ينتقد حياته لكنه يعمل لتغييرها للأفضل، لا يشتكي لكنه يصابر على مشقات الحياة حتى يصل إلى ما يريد. لا تسيء الفهم، فلا أقصد أن شريككم الرجل ليس له دور في سعادتكم، وإنما أقصد أنه في نهاية الأمر أنت وحدك من مسؤولة عن إسعاد نفسك. أنت مسؤولة عن إسعاد نفسك. عندما لا تنجح علاقاتك فأنت تحتاجين لإحداث تعديلات أو لأن تغيري من طريقة تفكيرك، وقد تضطرين لأن تقومي بعمل اختبارات صعبة أو تمر بمناقشات مؤلمة وغير مربحة وغير مريحة، أو أن تتنازلي للتوصل إلى طريقة للتفاهم، ولكن يجب أن تتحملي مسؤولية مستوى سعادتك الشخصية. لذلك تفهمي مشاعر زوجك عندما يدخل إلى البيت، افهمي ما يدور من حوله، لا تتوقعي منه 24 ساعة على 24 ساعة فايق رايق ليسمعك. هذا كمثال. الإنسان منا يمر بظروف تخرجه عن طوره، وربما ليس باستطاعته أن يكون كل ذلك الوقت ذاك الرجل والزوج الحنون والطيوب والعاشق الولهان في كل الوقت. لربما المدير في العمل ضايقه، لربما مشكلة في العمل أزعجته، لربما طارئة طرأت عليه أثناء الطريق إلى البيت فقلبت مزاجه. اصبري وتفهمي ظروفه، وبالتالي اجعليه يجلس بالبيت بحب، ولا تجعليه يجلس بالبيت غصب عنه فينكد عليك عيشتك، وسوف تبحثين عن السعادة فلن تجديها. لذلك أقول السعادة مسؤوليتك وحدك، بأن لا تزيدي من درجة السخونة في البيت. زوجك غضبان لا تستفزيه. حاولت أن تفهمي وتستفهمي سبب غضبه وانزعاجه فلم يرد عليك، لا تلحي عليه، اتركيه حتى يهدأ. هذه نقاط سريعة متفرقة في كيفية جلب السعادة الزوجية، وأسأل الله عز وجل أن يمتعكم بها. وإلى غد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.